السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. تواصل سيمينارات برامج التنمية وتطورات الأوضاع الإقليمية. التنمية المروية تسجل نموا ملحوظا في مديرية فورتوساوا. منتخب سيدات تنزانيا لكرة القدم يصل أسمر اليوم. مقتل 15 عسكريا في هجومين بمنطقة انفصالية بالكاميرون. برلمان ليبيا يسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الديبا. جو بايدن يرفض الالتزام بإبرام اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا. أهلا بكم. تواصلت السيمينارات التي تنتظمها البلاد اليوم أيضا في مدن أسمرة ومصوع وبارنتو بإشراف كبار المسؤولين في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وتوضح السيمينارات المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية والأمنية والإعلامية والدبلوماسية والاجتماعية وغيرها من البرامج الوطنية بالنظر إلى التطورات الإقليمية والعالمية وتحديد مسارات مستقبلية. وذكر سيمينار بأن السلام والاستقرار الإقليمي والدول الجوار يرتكز على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والشراكة لتلك الدول، موضحة أولوية الأولويات في هذا الشأن. هذا وسوف تنتظم سيمينارات مماثلة في الأسبوع القادم في الوزارات والإدارات. أفاد مدير مديرية فورتوساوا السيد أبو بكر محمود بأن التنمية المروية الزراعية ظلت تحقق تطورا ملحوظا من حيث النوعية والكمية. وذكر السيد أبو بكر بأن سكان المديرية يميلون إلى الزراعة المروية أخذا في الاعتبار أوضاع الأمطار واستغلالا لثروات المديرية، مشيرا إلى تدني إنتاج الزراعة المطرية هذا العام نتيجة لقلة الأمطار. ودعا المزارعين لمتابعة مزارعهم بجدية دون الشعور باليأس، ذاكرا في الوقت ذاته بأن أوضاع المزارع ترتكز على الأمطار التي بدأت بالهطول متأخرة. وذكر السيد أبو بكر بأن المديرية شهدت خلال العام الماضي هطول أمطار غزيرة أدت إلى نمو جيد للمراعي، مما ساهم ذلك في تكاثر المواشي جيدا، إضافة إلى المتابعة الصحية الناجعة. في الختام دعا مديرية فورتوساوا السيد أبو بكر محمود المواطنون تعزيز عملية المتابعة لمكافحة ظاهرة الآفات إلى جانب تسيير الأنشطة التنموية. كرمت مدرسة لاسال الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة كرن إقليم عنسبة 30 طالبا أحرزوا نقاطا عالية ما بين 6.3.6 وحتى 4 نقاط كاملة في امتحان الشهادة السنوية الوطنية من منتسبي الدفعة 34 للخدمة الوطنية. وقد أحرز 101 طالب من الطلاب البالغ عددهم 137 طالب والذين شاركوا في امتحان الشهادة الثانوية الوطنية بعد إكمالهم الصف 12 في مدرسة ورساي كالو بساوا، أحرزوا نقاط عالية ساهمت في التحاقهم بمستوى البكالوريوس، 11 بمستوى الدبلوم و24 بمستوى الشهادة. وقد ارتفع ذلك مقارنة بالعام الذي سبقه بنسبة 9%. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ هابتوم هايلي أن التطور الذي أظهره الطلاب ناتج عن الكفاءة المترسخة أثناء العملية التعليمية، داعيا للعمل المنسق من أجل تحقيق مزيد من الفعالية. من جهتها قالت ممثلة المتكرمين أن الإنجاز المحقق هو نتاج لجهودهم المتراكمة وإخلاص معلميهم وتحفيز أبائهم، مؤكدة على بذل جهود حسيسة لتكرار ذلك الإنجاز في الكليات التي يلتحقون بها. وذكر مسؤول التعليم في مديرية كرن الأستاذ كفلاي عند ميكيل أن الإنجاز المحقق يدفع بمزيد من الجهد، داعيا الشباب للاستفادة المثلى من الفرص المتاحة ووضع أساس متين لحياتهم المستقبلية. كما وزعت في المناسبة شهادات شكر وعرفان ل16 مدرس نموذجي.
وصل أسمر اليوم 22 من سبتمبر منتخب سيدات تنزانيا لمواجهة سيدات إريتريا ضمن تصفيات كأس العالم للسيدات دون السن 20 عاما. وكان في استقبال منتخب سيدات تنزانيا لدى وصوله مطار أسمر الدولي ممثلي الاتحاد الوطني لكرة القدم. وستجرى مباراة المنتخبين الإريتري والتنزاني بعد الظهر يوم السبت القادم في استاد أسمر الدولي. يذكر أن منتخب إريتريا للسيدات دون 20 عاما قد خاض مباراتي الذهاب والإياب ضد منتخب جيبوتي في أديس أبابا وفاز في المباراتين ب6 أهداف مقابل هدف. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلنت وزارة الدفاع الكاميرونية مقتل 15 عسكريا في هجومين وقعا الأسبوع الماضي في إحدى المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية في الكاميرون، حيث تخوض جماعات مسلحة تمردا انفصاليا. وقالت الوزارة في بيان أن كتيبة عسكرية وقعت في كمين نصبه إرهابيون مدججون بالسلاح في بامي سانغ في المنطقة الشمالية الغربية، مشيرة إلى أن المتمردين شلوا حركة المركبات باستخدام عبوة ناسفة وقاذفة صواريخ مضادة للدبابات قبل أن يطلقوا نيران كثيفة على القافلة. وأضاف البيان أن المسلحين استهدفوا في هجوم ثاني بعبوة ناسفة تقليدية الصنع قافلة عسكرية في بلدة كومبو بالمنطقة نفسها، مشيرة إلى أن الهجومين أسفرا عن حصيلة إجمالية بلغت حوالي 15 عسكريا وعدد من المدنيين. أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد دبيبة، مؤكدا أن 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين في طبرق شرق البلاد صوتوا على سحب الثقة. ورفض المجلس الأعلى للدولة هذا الإجراء، مشيرا إلى أنه يخالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي فيما يمثل ضربة جديدة لجهود السلام التي تدعمها الأمم المتحدة قبل 3 أشهر من الموعد المحدد للانتخابات. وكان رئيس المجلس التشريعي صادق على قانون انتخابات مثير للجدل في وقت سابق من هذا الشهر، وينظر إليه على أنه تجاوز للإجراءات القانونية الواجبة وجاء في صالح الرجل القوي المتمركز في الشرق المشير خليفة حفتر. وبعد انتهاء المعارك في صيف 2020 شكلت حكومة وحدة انتقالية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الديبة في مارس لعام 2021 تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الفترة الانتقالية وصولا للانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 24 من ديسمبر. أضعف الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في إبرام اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا، مشيرا فقط إلى أن المحادثات مستمرة في هذا الشأن. وخلال أول لقاء بين بايدن وجونسون في البيت الأبيض، كانت بريطانيا تتطلع إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس دونالد ترامب، خصوصا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكسيت. وردا على سؤال بشأن إمكانية إبرام اتفاقية كهذه، قال بايدن للصحفيين في المكتب البيضاوي وقد جلس إلى جانبه جونسون: سيتعين علينا العمل عليها وفقا برانس. وأضاف الرئيس الأمريكي أن المناقشات مستمرة حول هذا الموضوع بين البلدين. وخلال لقائه برئيس الوزراء البريطاني، وجه الرئيس الأمريكي تحذيرا شديد اللهجة إلى ضيفه، وأكد أنه لا يرغب على الإطلاق في رؤية الحدود الإيرلندية تتغير بسبب البريكسيت، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا الأمر والتوصل لاتفاقية تجارة بين البلدين هما موضوعان مختلفان. ثأر بركان أتان الواقع في جزيرة صقلية الإيطالية مرة أخرى بعدما توقف دام 20 يوما
تاركا سحابة من الدخان والرماد وصل ارتفاعها حوالي 9000 متر وفقا لتقديرات الخبراء الأولية. وأشار صحيفة ستينيتي الإيطالية إلى أن جبل أتانا القريب من مدينة كاتانيا الساحلية على الساحل الشرقي لإيطاليا شهد موسم الذروة هذا العام، وكان صورانه الأخير في 29 من أغسطس. وأبلغ المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في مرصد أتانا عن اندلاع حمم بركانية متوهجة وسحابة رماد مع تطور سريع. ومنذ فبراير الماضي ثار بركان أتانا أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، مما أدى إلى إطلاق الحمم البركانية والرماد في الهواء. أبرز عناوين النشرة: تواصل سيمينارات برامج التنمية وتطورات الأوضاع الإقليمية. التنمية المروية تسجل نمواً ملحوظاً في مديرية فورتوساوا. منتخب سيدات تنزانيا لكرة القدم يصل إلى أسمرا اليوم. مقتل 15 عسكرياً في هجومين بمنطقة انفصالية بالكاميرون. البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة. جو بايدن يرفض الالتزام بإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا. وصلنا إلى ختام النشرة، وإلى اللقاء.